السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قررت مره واحده اقوم اعمل مخلل بقى التشكيله. جبت جزر وجبت لفت وجبت خيار وجبت قرنبيط وجبت فلفل. بس شلتهم كده، قطعت القرنبيط قطع صغيره، بحب اقطعه قطع صغيره عشان ما يبقاش كبير وما نعرفش ناكله او ياخد مكان في البرطمان. لا، قطعته قطع صغيره خالص. معلش زور واجعني بس. كده قطعته ونضفت اللفت، نضفت القطعة اللي من فوق اللي بتبقى مليانة طينة دي، والجزء اللي من تحت. وده الفلفل الفلفل والخيار والجزر. بغسل الحاجة واحدة واحدة عشان اضمن ان الحاجة بقت نضيفة. ده الجزر. كده غسلت الفلفل والخيار وبغسل الجزر. احلى حاجه المخلل لما كنت تشكيله كده، بدل ما تعملي بقى كل حاجه لوحدها، فلفل لوحده وخيار لوحده وجزر لوحده. لا، بيبقى تشكيله كده بصراحه جميل جدا. كده بقى اللفت بحب انقعه الاول قبل ما اغسله عشان بيكون ينزل الطينه كلها اللي فيه. الجزء الاخضر اللي بيبقى من ورا ده بيبقى فيه طينه من جوه، فبنقعه الاول في ميه. بعد كده بقى بقطعه براحتي، يكون اغسله بعد كده اقطعه يكون نضف بقى من الطينه، نزل الطينه كلها اللي فيه. بحب اغسله واحده واحده وانضفه كده عشان اضمن ان الطينه طلعت او في تراب او في حاجه. غسلته كذا مره، حوالي 3 مرات. بس كده بعد كده بقطعه. انا بقى جبت جبت القطاعه دي بصراحه يا جماعه جميله جدا. بتخليكي تقطعي سواء الفلفت او الجزر او الخيار، بتقطعيه بطريقه اللي هي اللي بتبقى مش عارفه اسمها زجزاج دي ولا بس بصراحه جميله جدا. انا جبتها جديد، جبتها عشان المخلل اصلا. بس بصي شكله حلو قوي، مقطعه اللفت شكله حلو. وقطعت الخيار، بس قطعت الخيار. انا هنا جربته بطريقه مدوره، كنت هشوف الاحسن يعني والاحلى. بعد كده جربت في واحده بالطول كده، قلت اشوف الاحسن. بعد كده استقريت على المدوره، لقيتها احسن يعني، لقيتها شكلها حلو. بس كده بقطع الخيار. قطعت الخيار كله. انا بحب المخلل جدا، اي حاجه تاكليها تحطي جنبها مخلل تبقى جميله جدا، تبقى حلوه. مره كنا بناكل حاجه ما كانش فيه مخلل، قلت يا بقى لو كان في حته مخلل. بس كده انا رشيت على رشيت ملح على اللفت عشان اسيبه يتنقع، عشان ينزل رشيت ملح عشان اسيبه ينزل المية كلها اللي فيه. وبعد كده خلله. قطعت الجزر، قطعت الخيار. بعد كده الجزر اهو، هقطع برضو الجزر. المفيد بقى في المخلل هو اي نعم في ليه اضرار، بس برضو ليه فوائد. اضراره مثلا هو المخلل الاملاح، بيجيب املاح مثلا او بيزود الاملاح، بس فيه برضو بتبقى بكتيريا نافعة، بتبقى حلوة للجسم. بس لو تخلل بطريقة حلوة هيبقى كويس. يعني تعقمي البرطمان. انا بخلله يعني، هنا خللته بملح خشن مش بملح الناعم بتاعنا. لا، وجبت كمان ليمونتين اقطعهم كده قطعة الواحدة مربعات. كده انا بفتح الفلفل، بخرمها كده فتحة صغيرة كده بالسكينة. انا بقى كنت بقول لكم ان انا بعمل بقى، بخلله بالملح الخشن، بيبقى مفيد يعني. الملح الخشن ده بيبقى مفيد عن الملح التاني في المخللات يعني. بس كده خلصت الفلفل، ولقيت قرن فلفل احمر رحت مقطعاه دواير كده قطع صغيرة، وحطيت المخلل وحطيت الجزر والقرنبيط وكله والفلفل. كده بشوف لو في قطع من القرنبيط كبيرة بصغرها، عشان انا عايزه اعمله صغير زي اللي بتبقى في المحلات اللي بنجيبه جاهز. بس كده بقلبهم بقى. بعد كده قطعت الليمونه وجبت بقى البرطمانات. لسه ما جبتش اللفت، هجيب اهو اللفت اهو. والله في ناس بتحط الميه بتاعت اللفت اللي نزلت من اللفت دي، بتحطها بيتخلل بيها عادي، بس انا مش عارفه ليه
يعني رميتها، مش عارفة ليه كبيتها، كان ممكن احطها عادي بس كبيتها. كده بقى ايه، عبيت البرطمانة، عملوا الاتنين كبار والصغير ده. جبت بقى ايه، هو ده الملح. حطيت بقى ملح، حطيت ورق لوري، وحطيت ميه. بحط لكل كوباية ميه معلقة ملح من المعلقة ملح الخشن ده، بس لكل كوباية ميه. انا قست بالكوباية دي وحطيت قدها ايه، وحطيت هريسة شطة برضو بتخلي جميل جدا، تديكي لون حلو، بتخليه جميل جدا. وحطيت اهو، زودت بين ملح، حطيت بتاع ده حبة البركة، حطيت خل اهو، سكر. ايوه اللي فات ده كان سكر. حطيت سكر معلقتين كده سكر. كده بقى المية ما قدتش، زودت مية تاني، وبرده المية دي مش هتقضي، هزود مية كمان لحد ما ازود البرطمانات. كان ممكن اعمل كمية مية كبيرة، بس انا ايه عملت كده. بس كده خلصته وقفلت بقى ايه، وحطيت بنجر. كده انا بقى ايه خلصت وحطيت بنجر. حطيت في كل برطمان بنجر قطعتين كده من البنجر. حطيت توم، حطيت في كل برطمان فصين توم، وقفلت عليه. بس كده. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتكتبوا لي كومنتات حلوه وتقولوا لي ايه رايكم. ولما افتحها ان شاء الله هوريه لكم. يلا باي باي، اكتبوا لي كومنتات وشجعوني كده.